بادرت مجموعة شبانية إلى تقليم الأشجار بحديقة الشهداء وسط مدينة عين البيضاء للمحافظة أكثر على عمر الشجرة من خلال إزالة السرطانات النامية والفروع الجافة المتشابكة مع بعضها البعض. مبادرة بوسائل خاصة وإقبال شباني لتفعيل أهمية الاعتناء بالشجرة. أن هذه الأشجار عندها مدة ما تقلمتش ولات دونجي بيبليك، فقلنا نقلموها وننظفوها. هذا مكان وإن شاء الله تعمل المبادرة للناس الكل إن شاء الله. اليوم قمنا الكشافة تاع عين البيضاء مع جمعية الشهيد العقيد سعيد الجموعي بالتنسيق مع بعضنا مبادرة تلقائية. وفي سياق ذي الصلة يقوم المتطوعون من سكان المدينة بنقل مخلفات التقليم دون نثرها على الأرض، مما يتطلب مساهمة المصالح المعنية. إن شاء الله نقول للشباب أنهم يجيوا إن شاء الله يعاونونا ويعاونوا مدينتهم، وكل واحد لازم يعاون بالشيء اللي يقدر عليه باش تبقى المدينة نتاعنا حضارية كما كانت بكري إن شاء الله. عيدنا عمي الجمعي لنظافة الحديقة خاطر نلعبوا فيها هنا، ما كانش وين نلعبوا في وسط المدينة ولازم نحافظوا عليها وننظفوها. جدير بالذكر أن عملية تقليم الأشجار تكون في فصل الشتاء، خاصة منها التي تعرف تساقطا للأوراق، فالشجرة تحتل مكانة في نشاطات الشباب المتطوعين باعتبارها عنصر الحياة.